ناس كتير سألتني في بداية سنة 2023 هل أخش مجال الجرافيك ديزاين ولا لأ؟ وهل هو يعتبر مجال مربح سنة 2023 ولا ال AI والحاجات الكتير اللي حصلت في سنة 2022 دي هتأثر عليه بشكل كبير في المستقبل؟ بصوا مبدئيا كده، اول رد ليك طالما حابب حاجه وعندك شغف ليها ابدا على طول اتحرك واشتغل فيها، او ابدا خد كورسات خاصه بيها، او ابدا اتدرب عليها عن طريق اليوتيوب وغيره. ده دلوقتي المطلوب. دلوقتي مفيش وقت ان انت تقعد تسأل وتقعد تشوف وتقعد تعمل الحاجات دي. مفيش اي وظيفة في العالم او اي شغلانة مفيهاش ناجح وفاشل. اي وظيفة مهما كانت قوية ومهما كانت مربحة هتلاقي في ناس فيها فشلة، ومهما كانت الوظيفة دي تعبانة هتلاقي فيها ناس ناجحة. فانت دايما حاول تشتغل على نفسك وتبقى مميز في المجال اللي انت داخله. وبالنسبة لمجال الجرافيك بشكل خاص، فمجال الجرافيك يعتبر من المجالات القوية جدا ورجليها ثابتة على الارض بشكل قوي، لان مفيش حد يقدر يستغنى عنها. اي تسويق او اي دعاية لاي حد في العالم محتاجين جرافيك. اي حاجة فيها جرافيك سواء صورة فيديو ايا كان، فالجرافيك اساس لاي عمليه بيع ممكن تتم في العالم، من اول بتاع اللحمه لحد اكبر الشركات العالميه. اي حد بيكون ليه مجموعه من التصميمات اللي هو محتاج يعملها عشان يوضح طبيعه عمله او طبيعه الشغل بتاعه. فده مجال مهما كانت الظروف صعبه مفيش حد يقدر يستغنى عنه. طيب بالنسبه للذكاء الاصطناعي، انا عملت له حلقه هتلاقوها في الاي اللي فوق هنا. الحلقه دي مهمه جدا وبتوضح لكم فكره التعامل مع الذكاء الاصطناعي الفتره الجايه، وهل هو مؤثر الفتره الجايه ولا لا. فكل الكلام ده اتكلمت عليه في الحلقه اللي سبتها لكم في الاي اللي فوق دي. طيب نقطه تانية برضو عايز اوصلها لكم، في فرق بين المحترف والهاوي. انت دايما حاول تسعى انك تكون محترف. دايما المحترفين بيحاولوا يتعايشوا مع الاوضاع. في حاجه جديده نزلت في مجال الجرافيك بتعلمها، الذكاء الاصطناعي ظهر او في حاجات ممكن تاثر على المجال، بنبدا نتعلم الحاجات دي ونضيفها لينا كمحترفين. هتلاقي ان في شغلانات كتير سهله وانت تقدر تعملها، بس ما تقدرش تعملها كمحترف، فما فيش حد هيلجأ لك فيها. فحاول انت في مجال الجرافيك تكون متخصص ومحترف، حتى لو في تخصص واحد فيه. يعني تكون متخصص في الطباعة، متخصص مثلا في شغل السوشيال ميديا حتى لو هتعتمد فيه على الذكاء الاصطناعي، تكون متخصص في شغل المونتاج والفيديو. حاول تتخصص في حاجة معينة وتعرف أبعادها المهنية. ده هو اللي هيخليك فعلا تعرف تجيب لنفسك دخل، لأن العملاء هتبدأ تثق فيك لما تلاقيك انت متخصص وفاهم في الحاجة اللي انت شغال فيها. وحاجة تانية حابب اضيفها لكم بالنسبة لمجال الجرافيك بالخصوص، ان هو دلوقتي من المجالات اللي تقدر تدخلك عملة صعبة، لان مجال الجرافيك من اكتر المجالات المطلوبة لو انت عايز تشتغل كمستقل او كفريلانسر. فهتلاقي ان مجال الجرافيك مطلوب جدا، والتعامل معاه طبعا عالميا بيكون بالدولار. هو يعتبر مجال كويس جدا ان انت تقدر تدخل لنفسك دخل بالعملات الأجنبية عن طريق إتقانك ليه وإصرارك على الاستمرار فيه. يعني عامة، لأن الحتة دي تعتبر هي مربط الفرس، الإصرار بقى والاستمرارية. ناس كتير بتخش المجال بس ناس كتير بتيأس عادي، فاللي بييأس ده يطلع. يفضل مين؟ الناس اللي هي مستمرة، والناس اللي هي ما بتيأس بسهولة. هي دي الناس اللي بتكمل لحد الآخر. عشان تبقوا انتوا فاهمين النقطة دي، هي أساسا مربط الفرس في أي حاجة، الاستمرارية. إن أنا مصر ونكمل في الحاجة دي. مع الوقت ربنا مش هيضيع تعبك طالما انت بتشتغل على نفسك اكتر وبتتدرب اكتر وبتحاول تعمل تغذية بصرية باستمرار، وبتحاول تطلع على المعلومات الجديدة او الحاجات الجديدة اللي داخلة في مجال الجرافيك. كل الحاجات دي لو انت عملتها اكيد ربنا هيجازيك خير، وهتلاقي ان في ربح جاي لك. وده قانون النجاح بشكل عام سواء في مجال الجرافيك او في اي مجال تاني. وفي مقولة كان بيقولها لي المدرب بتاعي دايما زمان، كنت بلعب كيك بوكس، فكان المدرب بيقول لي اكسب نفس. يعني ايه اكسب نفس؟ يعني ان استمر ما اقعش، يعني حتى لو انا بتضرب ما اقعش. فهو ده المطلوب
في الوقت اللي احنا فيه، ان انت تكسب نفس، ان انت تفضل واقف، فمهما حصل تكون انت مستمر وعندك الاصرار ان انت تكمل. هو ده اللي يخليك تقدر تفوز وتكسب المنافسين بتوعك. يا رب تكون الحلقة دي محفزة بس كده ليكوا وتكون خفيفة عليكوا. يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتستنوني في الحلقات الجديدة. ولو اي حد عايز يسألني اي سؤال يسيبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله اقدر ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.